السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أهل العلم رحمهم الله: مراتب إكرام الجار ثلاث. المرتبة الأولى كف الأذى عنه. المرتبة الثانية احتمال الأذى منه. المرتبة الثالثة وهي الأعلى إكرامه وبذل الإحسان له. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، رواه الحاكم. قال الإمام الألباني رحمه الله: في الحديث دلالة واضحة على أن الجار الغني يجب عليه أن يقوم على ضروريات جيرانه.